ازاي تعرف ان انت تعدي اي انترفيو؟ هقول لك بقى محصله خبره داخله على 7 8 سنين اهو، سواء انترفيوز شغل او في تدريب حتى. طيب، رقم واحد، اول ما بيتبعت لك ابلكيشن او يتبعت لك ان انت عندك انترفيو في المكان الفلاني، رقم واحد، شوف لبسك هتلبس ايه، وتسال البس فورمال ولا سيمي فورمال. هل الكلام ده مهم؟ الكلام ده مهم جدا 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 جدا. رقم اتنين، شكلك ومظهرك، لازم شكلك يكون كويس، لازم. انا يا عم شكلي، ما حاول ان انت تجمل من شكلك، تحلق حلقه كويسه، تنظف دقنك، تنظف مظهرك، تلبس لبس كويس، تحط برفيوم كويس، تسرح شعرك تسريحه كويسه. دي من الحاجات اللي مهمه جدا قبل ما اكلمك في موضوع التكنيكال. رقم اتنين، تذاكر الشركه اللي انت رايحها. يعني انا رايح شركه عقارات، شركه سوفت وير، بدخل على السايت بتاعهم او بسال اللي بعت لي الاتش ار ده ممكن السايت بتاعكم، عشان ان انا ابدا ادور او اشوف ان انتوا شغالين في ايه. تذاكر معاهم مشاريع فين، عشان لما تروح الانترفيور ده تقول له هيسالك تعرف حاجه عن شركتنا، تقول له انتوا معاكم مشاريع هنا وهنا 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 وهنا، تعرفوا تعملوا كذا وكذا وشاطرين في كذا، التارجت بتاعكم بيكون كذا. كل ده بيكون على السايت فور فري لاي حد ان هو يطلع عليه. طيب، رقم ثلاثة، انت محتاج انت تذاكر انت هتسال فين. هو انا هبقى رايح عارف هتسال فين؟ طبعا. طبعا هو اللي بيسالك ده بيسالك فين؟ بيسالك في حاجات هو قبل كده اتسال فيها. طب وقبل ما يتسال فيها اللي قبل ده اتسال فيها. طب الكلام ده لاقي فين؟ شات جي بي تي. بمنتهى البساطه. ايه الاسئله اللي ممكن اسالها لو انا رايح اشتغل مهندس، لو انا هشتغل دكتور، لو انا هشتغل سيلز، لو انا هشتغل اي حاجه في الدنيا؟ تلاقي شات جي بي تي بيديك اسئله، بيديك معاها اجوبه، تبتدي ان انت تفهم ده، ما تحفظش، تفهم ده. لان انت لو اتقطع عليك او اتفهم ان انت حافظ، الموضوع يعمل لك مشكله كبيره، واللي قدامك بتنزل من نظره قوي. طيب، رحت اول يوم او رحت الاول فيرست انترفيو، لان بعض الشركات فيها فيرست وسكند وثيرد كمان، ببتدي ان انا اروح قبل ميعادي بنص ساعه او ساعه. لازم اكون هادي، ادخل المكان اقعد ارتاح، اكونش قلقان او متوتر من حاجه. وخلي بالك موضوع الانترفيوز ده بيجي مع الوقت او بيجي بالتجربه. بمعنى خش انترفيو واحد واثنين وثلاثه حتى لو انت مش متارجت انت تخش الشركه دي اصلا. ليه؟ عشان تتعلم تثبت في الانترفيو، تعرف تجاوب، تعرف الموضوع بيتمحور فين وبيروح فين وبيجي منين وبيسال في ايه. لو عرفت ان انت تعمل الكام حاجه دول، بنسبه 99% انت هتتقبل في المكان ده. طيب، في حاجه تانية ما اتكلمناش عنها، موضوع البادي لانجوج. الموضوع ده مهم جدا. حاول انت تحط ايدك هاديه، مبقاش في حركه كتير في ايدك، او في بعض النظرات اللي ممكن تبين اللي قدامك ان انت قلقان او ان انت خايف. حاول برضو ان انت تبص على شويه فيديوز على اليوتيوب عن الموضوع ده. الموضوع مش كيمياء، لكن مع الوقت تحس الموضوع سهل. لكن انا بتكلم انت اول مره، تاني مره، تالت مره، او بتحس ان انت اصلا تكنيكال كويس لكن بتترفض كل ما بتروح، اكيد في مشكله. طيب، اترفضت، فبتحاول ان انت تكلم الاتش ار فيما بعد تقول انا اترفضت ليه، عشان تقول له لا انا عايز بالعافيه ادخل، لا، عشان تعرف انت كان عندك مشاكل في ايه. في بعض التيم ليدرز او المانجرز بيعملوا كده زي ورقه او تاسك كده بيتكتب فيها بعض الحاجات ان انت اترفضت عشان كذا. تيجي انت تاخد الورقه دي او تسال او بعض الاسباب، ممكن اصلا تترفض من الاتش ار. يعني تتقبل تكنيكال بتترفض من الاتش ار عشان اختلفت في سالري. قال لك انت سبت الشركه ليه؟ ما عرفتش تجاوب. انت سبت المكان اللي قبلك ليه؟ ما عرفتش تجاوب. الكلام ده لازم تذاكره قبل ما تروح، تبقى محضر، تعمل نفسك انت اللي هتسال. وانا سبت الشركه ليه؟ وانا عايز ان انا اعمل ابجريد ليه؟ هل الخطوه دي اصلا ابجريد ولا برجع لورا؟ السالري بتاعك هل محضره؟ هل عارف انت الاكسبكتد سالري بتاعك كام؟ وزنك او ويتك في السوق دلوقتي كام؟ الكلام ده كله لازم انت محضره عشان تعرف تقول اجابه مقنعه للي قدامك. وما تفتكرش انت تعرف تضحك على اللي قدامك، انت مش اذكى من اللي قدامك. وحتى لو اذكى، لو اذكى في التكنيكال مش هتبقى اذكى في الاتش ار. حاول ان انت توازن بين ده وده، وان شاء الله ربنا هيكرم يعني لو